السلام عليكم يا بنات، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هنعمل مع بعض مخلل البتنجان من غير ما نقليه. هنعمله بمعلقتين زيت بس، وان شاء الله هيطلع حلو جدا معاكم وهتعتمدوا الطريقه دي باذن الله. فيلا نسمي الله كده ونصلي على الرسول، نحط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونبدا مع بعض. عندي هنا كميه من البتنجان، الكميه اللي انت عاوزاها. ابدأي كده حتى جربي في نص كيلو بس كده وشوفي لو النتيجه عجبتك اعملي بقى، بس انا متاكده ان هي هتعجبك جدا. غسلته كويس وشلت القمع وفتحته كده فتحه بالسكينه، بس طبعا مش للاخر. وهبتدي بقى ايه، اجيب طاسه عندي بقى او صينيه، اي حاجه. انا جبت صينيه هنا وهرص بقى البتنجان. البتنجان دوت ينفع مع الرومي كمان. ممكن تقطعيه طرنشات كده وتعمليه بنفس الطريقه دي لو ما عندكيش البتنجان اللي هو العروض ده. تمام، انا رصيته اهوت في الصينيه. هحط معلقتين بس من الزيت زي ما انتم شايفين كده بالظبط، معلقتين بس من الزيت. هحط كمان عليهم كوبايه من الميه، كوبايه من الميه. ما تستغربوش والله العظيم بجد، الطريقه دي تحفه وهتبقى حلوه جدا، وبتنجان هيستوي. بس ايه، خلوا بالكم ايه من الحاجات اللي انا هقول لكم عليها. هنغطي، اهم حاجه نغطي على الطاسه او الصينيه اللي احنا هنعمل فيها علشان البخار يسوي لنا البتنجان. هياخد بالظبط معاكي 10 دقايق على النار. بتحطيه ويعني كل 5 دقايق كده تروحي ايه قلبان الناحيه التانيه. بصوا بعد 10 دقايق واخد بقى التحميره، يعني اللسعه كده بتاعت التحميره دي بمعلقتين الزيت اللي احنا حطيناهم، والميه خليته يستوي. وطبعا ايه بنغطيه فالبخار بيخليه يستوي معاكي بسرعه. يعني مش قادره اقول لكم طريقه حلوه قد ايه وتحفه، موفره جدا في الزيت، وكمان البتنجان بيبقى خفيف قوي. تعالوا بقى نعمل الدقه اللي احنا هنعمل بيها البتنجان ده. انا جبت في الكبه عندي قرون فلفل كده، شطه، وطبعا هنستخدم خل والثوم وملح وكمون وكزبره. هو ده اللي انا هحتاجه بس، مش هحط ليمون لان انا عامله كميه من الدقه دي. انا بعمل منها كميه كده وبحط ايه، بحطها في علبه عندي بقى في التلاجة او في الفريزر وبستخدمها. حطيت كله في الكبه اهوت زي ما انتم شايفين، وحطيت شويه الخل وضربتهم كويس جدا لحد ما بقت معايا بالشكل ده. انا عملت يعني علبتين، علبه حطيتها في الفريزر والعلبه التانية كنت بستخدمها. دول اللي كانوا يعني باقيين في العلبه، فحطيت بقى عليهم عصير ليمون. طبعا انت بتعمليه من غير ما تحطي ليمون، يعني علشان خاطر تاخدي منه الاكلات تانية. في اكلات تانية مش بتحتاج ان انت تحطي فيها ليمون يعني وكده. فعصرت كده ليمونه او ليمونتين وابتديت احشي البتنجان بتاعي. يعني بصوا الخلطه تحفه، وكتروا في الليمون بيخلي البتنجان حلو قوي. ويا بقى لو قعد لتاني يوم بيبقى جميل جدا. زي ما انتم شايفين شكله حلو جدا، طعمه حلو قوي. يعني احلى حاجه فيه ان هو مش متحمر في زيت كتير. فيعني بيبقى خفيف كده. ويعني زي ما انتم عارفين بقى اسعار الزيت بقت صعبه جدا، فالطريقه دي بجد حلوه جدا. هتوفر لكم بقى في الزيت. تمام، بتحطي بقى في علبه، ترصيهم كده في علبه وتحطيهم عندك في التلاجة. بيبقى بقى ايه جاهز في اي وقت تقدروا ايه تطلعوا منه. تقدري تعملي علبه او علبتين او علبه كبيره كده وتحطيها عندك في التلاجة. بصوا انا لما بعمل كميه يعني ما بيكملش معايا يومين 3 اصلا وبيخلص، من كتر ما احنا بنحب المخلل دوت بصراحه. فده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه دي وتقولوا لي رايكم فيها، وانا متاكده ان شاء الله ان هي تعجبكم. متنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه، واشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.